تعالوا بقى نعمل بيتي فور القمع الدايب. هنعمل بيتي فور بالفانيليا والشوكولاتة. يلا بينا نبدأ الوصفة. أول حاجة هوزن نص كيلو من الدقيق. نستخدم نوع دقيق كويس لنواعم العيد. نص كيلو يعني 500 جرام. هشيل بقى منهم كده تلت كوباية على جنب. تلت كوباية يعني 3 معالق كبيرة من معالق الأكل. هبقى أزود منهم واحدة واحدة لحد ما أظبط قوام العجينة. عندي هنا بقى 400 جرام من الزبدة الطرية. وبعدين هوزن 100 جرام من السكر البودر. انا مش بكتر سكر في البيتي فور، بخلي البيتي فور بتاعي سكره مظبوط، عشان كده كده هزينه بالشوكولاته، وعشان السكر الكتير بيخليه يفرش معانا في الفرن. عندي بقى هنا بيضه كامله عليها صفار بيضه ورشه من الفانيليا. لو عايزينه مقرمش بتستخدموا بيضتين كاملين، ولو عايزينه ناعم بتستخدموا 2 صفار بيضه، ولو عايزينه مظبوط زي ما انا عملت بتستخدموا بيضه كامله عليها صفار بيضه. دلوقتي بقى هضيف السكر على الزبده واقلبهم بالمضرب الكهربائي كويس جدا. انا عايزه يكون لونهم فاتح تماما، هي دي اهم مرحله في البيتي فور. لو كان لونهم مصفر لسه فمش هيديكي نتيجه حلوه. بصوا شايفين هنا عامل ازاي؟ انا هنا بوريكم الفرق بين الزبده الصفراء والزبده اللي انضربت. لو ما وصلتوش الزبده للمرحله دي البيتي فور مش هيكون ناجح معاكم. هلم بقى الزبده الصفراء اللي على الجوانب دي واضربهم مع بعض تاني كويس. بصوا هنا بقى شايفين لونه بقى فاتح ازاي؟ الزبدة الصفرا اختفت تماما وبقت لونها ابيض جدا. دلوقتي بقى هضيف البيض وعليه الفانيليا واضربهم تاني مع بعض. وبعدين هضيف نص كيلو دقيق اللي احنا وزناه في الاول وخرجنا منه تلت كوباية اللي هو 3 معالق كبيرة. هضيف الاول نص كيلو دقيق الا تلت كوباية، وبعدين بقى هشوف هو احتاج تاني ولا لا، فهزود معلقة بمعلقة. بصوا هنا بعد ما ضفت الدقيق حسيت انه محتاج فضفت معلقة كمان. هرجع اقلب تاني واشوفه لو احتاج تاني ولا لا، بس انا كده ما احتاجتش غير ان انا ضفت معلقه واحده بس. يبقى احنا كده استخدمنا نص كيلو دقيق ناقص معلقتين كبار. لو كترتوا دقيق في البيتي فور مش هيمشي معاكم في القمع. انا عايزاه يكون بالشكل ده بالظبط، يكون ناعم، يعني لو مسكتوه في ايديكم مش هتقدروا تتحكموا فيه. قسمتهم بقى شويه بالفانيليا وشويه هضيف عليهم كاكاو. انا ضفت بقى على النص التاني معلقه ونص كده كبيره كاكاو، وعليه معلقه كبيره كده من الزبده الطريه عشان العجينه ما تنشفش معايا، لاني ضفت كاكاو. الكاكاو يعتبر زي الدقيق. بصوا بقى بالشكل ده بالظبط. وده بقى شكل القمع اللي انا عملت بيه البيتي فور. هحط كده العجينه في كيس حلواني وابدا بقى ان انا اشكلها في الصينيه. وانا بشكله كده في الصينيه تعالوا اقول لكم الفرق بين بيتي فور القمع وبيتي فور المكنه. بيتي فور القمع بيكون الدقيق فيه قليل، اما بيتي فور المكنه بيكون فيه دقيق كتير، فبالتالي العجينه بتاعت بيتي فور القمع بتكون ناعمه جدا فبتمشي في القمع، ومستحيل تمشي في المكنه. عشان كده ما ينفعش نفس العجينه اللي بنستخدمها في القمع نستخدمها في المكنه. طيب هو ايه احلى؟ طبعا بيتي فور القمع، لانه بيكون ناعم ودايب جدا زي اللي بتشتروه من بره. اما بيتي فور المكنه بيكون حلو برضه بس مقرمش زي البسكوت. خلصت الفانيليا هدخله بقى فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 170 رف وسط لحد ما يتحمر. ودلوقتي بقى هشكل بالشوكولاته. بصوا بقى لو انتم مكترين دقيق العجينه مش هتمشي في القمع كده، ولو انتم مش هتعرفوا البيتي فور بالشوكولاته استوى ولا لا ممكن تضيفوا معاه واحده من الفانيليا. بصوا هنا بقى بعد ما خرج شايفينه اخد لون حلو من الجوانب ازاي؟ تعرفوا بقى ان البيتي فور استوى او لا؟ ان تلاقوا اطرافه بقت لونها ذهبي. ما تحاولوش تطولوا عليه في الفرن او تغمقوه عشان لونه ما يغمقش، وانتوا اول ما بتخرجوه بيكون طري شويه وبعد كده بيمسك نفسه. بصوا بقى درجه التسويه بتاعته وهوريكم كمان من تحت عامل ازاي. مظبوط جدا ولا غلطه. عايزه اقول لكم كمان انا من الناس اللي بتحب البيتي فور يكون مبطط كده مش عالي قوي، عشان لما اقفلهم على بعض ما يبقاش عامل زي الكوره. وده بقى بيتي فور الشوكولاته، برضو بوريكم التسويه بتاعته عامله ازاي. هنا بقى كان تاني يوم عايزه بقى ازينهم. بقيس كده كل اتنين قد بعض واحطهم فوق بعض عشان احط بينهم شوكولاته.
هجيب بقى صينية واحط عليها كيس بلاستيك عشان الشوكولاتة ما تلزقش على الصينية. سيحت بقى بار شوكولاتة دريم بالحليب وحطيت كده عليه معلقتين من الزيت النباتي عشان يلمعوا. احلى نوع شوكولاتة تزينوا بيها الحلويات هو دريم. حطيت كده نقطة صغيرة عشان اقفل بيها البيتي فور، ولو انتوا حابين تضيفوا مربى ممكن تضيفوا، بس المربى عيبها ان هي بترطب شوية البيتي فور، اما اللي بالشوكولاتة مهما قعد عندك بيفضل مقرمش. بعد ما قفلتهم مع بعض هغطسها كده بالشوكولاتة وبعدين ازينها بالمكسرات. هكمل بقى باقي البيتي فور بالشكل ده بالظبط. وبس كده هتعملوا احلى بيتي فور في العيد، طعمه حلو جدا والزبدة فيه خطيرة وفي نفس الوقت ناعم وبيدوب. انا كده خلصت الوصفة، استنوا باقي وصفات العيد.